السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد على قناة اليوتيوب. جمعة مباركة على حضراتكم. واعتقد دي بقى هتبقى الجمعة الكام بالنسبة للقضية، ممكن والجمعة الأولى بالنسبة للماتش القمة اللي فات. نجم حلقتنا النهاردة كالعادة بالكلام الغير واقعي والغير منطقي بالمرة هو الكابتن أحمد ديودار، المدافع العملاق صاحب الهدف الشهير لملك إيفونا وهو جاري يحرسه، وهو والله يمسيه بالخير علي جبر. كابتن أحمد ديودار بيقول لك لعيبة الأهلي كانت مرعوبة من الزمالك وركابها بتخبط وكانوا خايفين. تمام، هنشوف الحوار ده. وهتكلم تاني غير لما انا اتكلمت امبارح عن الكابتن التاريخي لنادي الزمالك ومنتخب مصر، الكابتن الخلوق المحترم الحاوي من افضل من لمس الكرة في تاريخ مصر ونادي الزمالك، الكابتن حمادة عبد اللطيف، اللي كله لا مراعي سن ولا مراعي احترام ولا مراعي انه كابتن من كباتن الزمالك، ونازلين فيه تلطيخ عشان بس قال كلمة حق، او عشان قال كلام هو مقتنع بيه وكلامه تسمعه تعقله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفيديو جديد على قناة اليوتيوب، ومعاكم اكبر بائس محلي راموس الغلابة. اتمنى كل اللي يشوف الفيديو يدعمه بلايك وشير، واللي مش مشترك في القناة يشترك عشان يوصل له كل جديد. ولو ما عملتش كل ده على عيني وعلى راسي، منورني ومشرفني دايما. اهم حاجة ما ننساش اخواتنا في فلسطين وسوريا ولبنان والسودان من الدعاء. ربنا ينصرهم ويأيدهم بنصره ويرحم شهدائهم ويشفي مرضاهم ويسدد رميهم، اللهم آمين. والدعاء لوالدي ولأموات المسلمين جميعا بالرحمة والمغفرة. ويلا نبدأ حلقتنا. وكالعادة طبعا، وكالعادة ده اللي انتم متعودين عليه من إعلام الزمالك ومن جمهور الزمالك. طول ما مفيش إنجاز في إيدي، طول ما أنا مش كسبان، بتسمع صوتي بس. فانتوا دلوقتي اللي هتسمعوه الفترة الجاية صوت صياح، صوت مؤامرة، صوت مظلومية، صوت حكام. ده اللي انتوا هتسمعوه الفترة اللي جاية. فالكابتن احمد ديودار قال تصريحين مضحكين جدا. التصريح الاول هو ان لعيبة الاهلي كانت خايفة ومرعوبة وركابها بتخبط من الزمالك. والتصريح الثاني نعم لشيكابالا مديرا فنيا لنادي الزمالك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اسكت يا كابتن ديودار، الله يبارك لك، بدل ما اجيب لك ايفونا. انا زملكاوي هروح اجيبه لك بنفسي. تعال نشوف الكابتن احمد ديودار اللي بيقول لك لعيبه الاهلي لا كانت خايفه ومرعوبه وركابها يا عم بص، لعيبه الاهلي كانت خايفه ومرعوبه وركابها بتخبط. بص، وكانوا هيعملوا حمام على نفسهم. وبص، كانوا بيترعشوا جالهم برد، واللعيبه خلاص اعصابها ثابت. مين اللي كسب في الاخر؟ رد عليا. لعيبه الاهلي كانت نازله بص مستخبيين كده، كانوا عاملين كده. مين اللي كسب في الاخر؟ يعني لعيبه الاهلي وهي خايفه مننا وهي مرعوبه وهي ركابها بتخبط كسبتنا. طب ما ده دليل على ضعفنا، ان الاهلي في اضعف حالاته الفنيه. فنيا الاهلي في اضعف حالاته، قدر برضه يكسبك. انت ما عملتش اللي بيراميدز عمله، انت حتى ما عملتش اللي غزل المحله عمله. ما عرفتش لا تتعادل مع الاهلي وهو في اضعف حالاته الفنيه ولا تكسبه. يبقى ده عيب عليك انت. يبقى لما الاهلي كانت ركبه بتخبط وخايف ومرعوب ويكسبك، دي حاجه تعيبك يا ابني، افهم. دي حاجه تعيبك انت اصلا كنادي كبير ومتصدر وفي حالتك الفنيه. دي حاجه تعيبك. احنا بنقول كلام فاكرين ان هو كلام جامد وهيفيدنا والجمهور يسقف، ما نعرفش ان الكلام ده يعيبنا. انا ماشي معاك يا عم ان الاهلي ماشي كان مرعوب وركبه وتخبط وعرف يكسبك. يا جامد يا اللي واقف على رجلك يا صلب يا اجمد فرقه في الدوري يا متصدر. كان مرعوب وركبه وتخبط. مين اللي كسب في الاخر؟ بعد الهري ده كله، بعد الهبد ده كله،
مين اللي في الاخر كسب؟ الاهلي. اسكت خلاص بقى، اسكت خلاص بقى، اسكت بقى. الاهلي كسب، اسكت بقى خلاص. انت لسه هتهري؟ انت لسه هتقول اي كلام؟ فكالعاده بنطلع نصدر للجمهور كلام مضحك الناس بتصدقه وبتزيد بيه وبتصيره. يبقى واحد خسران. يعني انت عايزني انا زملكاوي مثلا صانع محتوى عشان ما ابقاش متزملك خسران اروح للاهلاوي اقول له يلا اللي كنتوا مرعوبين، يلا اللي ركابكم كانت بتخبط في بعض، ده انتوا كنتوا مرعوبين مننا، ده احنا جامدين قوي واحسن منكم بقى وجامدين قوي، احنا لو فايقين هنكسبكم 3، ولو كانت الفرصتين اللي ضاعوا جم كنا هنكسبكم 3-0. انا مالي بلو. اروح اقول للاهلاوي كده، الاهلاوي هيعمل لي ايه؟ هيبص لي ويضحك ويقول لي عندنا حق لما طلعناكم مجانين في الاعلان، لان الكلام ده ما يتقالش من حد عاقل. مفيش حاجه اسمها في الكوره لو، مفيش حاجه اسمها لو الفرصتين جم كانوا جول. طب ما الاهلي ضيع 3-4 فرص في الاخر. مفيش حاجه اسمها لو، مفيش حاجه اسمها انا اجمد منك وانا خسرت، مفيش حاجه اسمها انت كنت خايف ومرعوب مني وانا خسرت منك. يعني ايه كل ده؟ كلام ملوش لازمه. انت تطلع تتكلم على اخطاء، تطلع تتكلم على مدير فني، تطلع تتكلم على لعيبه، تطلع تتكلم على اداره، تطلع تتكلم على تغيير مدير فني. انما هتقول اي هري غير ده، اي كلام غير كده غير ده، يبقى هري وملوش علاقه بالكوره. يبقى هري وملوش علاقه بالكوره. وبرضه هعيدها تاني للي ما خدش باله، من لو الاهلي فعلا ركبه كانت بتخبط ومرعوب وخايف مننا وقدر يكسبنا، يبقى دي حاجه تعبنا، ما تعبهوش هو. افهم الكلام قبل ما تقوله. التصريح الثاني للكابتن احمد ديودار الصخره، افضل مدافع في تاريخ الضحك، هو انه بيطالب ان شيكابالا يبقى مدير فني لنادي الزمالك. تخيل لاعب لسه معتزل امبارح، لا خد دوره تدريبيه ولا عنده خبره، معروف بالعصبيه، معروف بنظريه المؤامره. يعني اول لما يخسر هيروح يعيط للحكم، لسه ما تحكمش في شخصيته وغيرها للاحسن، ما عندوش اي خبره تدريبيه اصلا، يمسك نادي الزمالك مره واحده. طب خد الرخصه الاول واتجه واتدرب وتعلم الشغل الدنيا. لا، ده احنا عايزينه يبقى مدير فني الزمالك. يعني هو في ارض الملعب اصلا انت ما كنتش بتستفاد منه وهو بيلعب. لا قائد، بالعكس ده كان بيعمل مشاكل مع المدربين لاخر فتره في حياته، كان بيعمل مشاكل مع الجماهير، كان بيعمل مشاكل دايما ويصدر اللقطه وحته الساعات والحكام والهري ده. فهو مدرب هينفعك؟ ربنا يوفقه يا رب يبقى احسن مدرب. لكن اطالب بيه كده فجاه كده عايزين كابتن شيكابالا يبقى مدير فني الزمالك؟ انت بتقول ايه يا عم؟ انت صاحبه يعني عايز تصيط معاه ولا ايه الدنيا؟ ولا عايز تطلع على MBC مصر معاه؟ ولا عايز تعمل عقد؟ وانت عايز ايه بس؟ انا عايز افهم انت من التصريح ده عايز ايه؟ ما انتوا يا جماعه اعلام الزمالك، ما هو انت كده اعلام الزمالك طالع على قناه الزمالك فبتتكلم باسمنا. لا، انا واحد من الناس مش عايز اشوفه في المشهد الا لما الاقيه اتغير تماما واجتهد عشان يقدر يبقى مدير فني. يعني هو كان لاعب بيلعب عافيه حتى لو مش في مستواه، اعتمادا على قوه شخصيته داخل النادي، وان الكابتن ممدوح عباس بيحبه. فضل قاعد 3 سنين عشان الكابتن ممدوح عباس بيحبه. استفدت انت منه ايه في الفتره دي؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. هات لي بطوله كان مؤثر فيها، مفيش. هات لي بطوله كسبها لك، مفيش. كلم سكه ودغري بقى كوره. تقوم قايل لي يلا امسك مدير فني، يعتذر عشان يمسك مدير فني؟ لا، خلي رايك لنفسك يا كابتن ديودار، نزله على صفحتك الشخصيه، ما تقولوش على قناه الزمالك الرسميه، عشان الكلام ده مضحك جدا وملوش اي لازمه. واتكلم بصفتك انت، ما تتكلمش بصفتك ان انت بتتكلم بلسان الزملكاويه. ده بالنسبه للكابتن احمد ديودار. نخش على الموضوع التاني، وهو الكابتن التاريخي الكابتن حماده عبد اللطيف، اللي من امبارح صفحات الزمالك بتهاجمه وبتغلط فيه. لا بتحترم سنه، ولا بتحترم تاريخه، ولا بتحترم بطولاته وانجازاته مع نادي الزمالك، ولا بتحترم انه كابتن من كباتن الزمالك ومنتخب مصر. عشان طلع قال لك انا من وانا عندي 14 سنه بسمع كلمه الاهلي بيكسب بالحكام. ففي واحد بيقول لك طب ما الاهلاويه لما الزمالك خد 2 دوري ورا بعض قالوا ان الزمالك واخده بالحكام، عشان احنا بنقول لهم كده فهم بيردوها لنا.
ما انت ما بتحسسنيش بفرحتي وما بتدينيش حقي. انا مش مستني اخد حقي منك، بس بتنكد عليا فرحتي وتقول لي حكام. انا كمان هنكد عليك فرحتك واقول لك حكام. طب دوري 2015 حد قال حكام؟ طب لما خدنا الكونفدرالية بهدف جنش حد قال حكام؟ طب لما خدنا الكونفدرالية الثانية حد قال حكام؟ طب لما خدنا دوري ابطال افريقيا 2002 حد قال حكام؟ طب لما كان معانا 5 افريقيا والاهلي كان معاه 3 حد قال حكام؟ انما احنا بقى دوري مصري بالحكام، كاس مصر بالحكام، سوبر مصري بالحكام. يا عم معاك كمنافس ليك في نفس البطولة. دوري ابطال افريقيا اللي احنا مش فيه بالحكام، كاس عالم للانديه بالحكام، سوبر افريقي بالحكام. احنا كل بطولات الاهلي بنقول اللي هي بالحكام. انما الاهلاويه لو اعترضوا على بطوله ليك وقالوا ان هي بالحكام هيبقى على الاقل الدوري المصري اللي الاهلي منافس فيه. انما احنا ما بنختصش الدوري المصري بس، اي بطوله الاهلي ياخدها بالحكام. لو الاهلي ساب الدوري المصري وراح لعب في دوري اوروبي وكسب الدوري ده هنقول بالحكام، واحنا مش فيه اصلا. ما بنشاركش في دوري ابطال افريقيا فالاهلي يكسبه بالحكام، سوبر افريقي بالحكام. اذا انت عندك عقده وعندك قناعه ان الاهلي بيكسب بالحكام، انما هم لا. خدنا كونفدراليه ما حدش جه جنبنا، خدناها تاني ما حدش جه جنبنا، سوبر افريقي ما حدش جه جنبنا، سوبر افريقي من الاهلي في اخر سوبر افريقي خدناه من الاهلي ما حدش قال حكام. انما احنا حتى خش على صناع المحتوى الاهلاويه، خش عليهم كده بعد اي خساره هتلاقيه بيحط على الاداره، بيحط على اللعيبه، بعد كده يتكلم تحكيميا. لكن احنا الحكام رقم 1 عندنا، حتى لو بطوله احنا مش فيها اصلا. شوف الاهلي لما خد 4 افريقيا ورا بعض كل مره نقول حكام. مازيمبي، ماتش مازيمبي، ماتش الترجي، ماتش معرفش مين. والحكام الافريقيه اصلا بتظلم، اكتر فرق بتتظلم تحكيميا في البطولات الافريقيه الفرق المصريه. ولينا في الاهلي والنجم الساحلي عبره، والاهلي والترجي انراموا عبره. فانت مبدأ الحكام عندك ايا كان الاهلي بيلعب فين، حتى لو بيلعب مع العين، مع اتحاد جده، مع معرفش الهلال السعودي، مع هيروشيما الياباني، انت شايف ان الاهلي بيكسب بالحكام في اي بطوله. انما الاهلاويه لما بيقولوا ان احنا بنكسب بالحكام بيبقوا منافسين معانا في نفس البطوله. لا فتحوا بقهم لما كنا 5 افريقيا، ولا فتحوا بقهم لما خدنا الكونفدراليه، ولا فتحوا بقهم لما خدنا سوبر افريقي. لكن انت اي بطوله حتى لو انت مش فيها بتقول حكام. عرفت ان انت المبدأ عندك اصلا اللي انت ماشي وعايش بيه. انما هم لا، مجرد بينكفوك بس. زي ما انت ما بتزاولني لما باخد الدوري وتقول بالحكام، انت لما تاخد الدوري هزاولك واقول بالحكام. دي كل القصه. لكن خش على صناع المحتوى الاهلاويه واحد واحد كده بعد ما الاهلي يخسر هتلاقيهم بيعيبوا على اخطاء مجلس الاداره، على استهتار اللعيبه، على المدير الفني، وبعد كده يبقوا يتكلموا على التحكيم. انما احنا والماتش شغال هتلاقي تحكيم 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 تحكيم. وده الفرق بيننا وبينهم، ان انت قناعه موجوده عندك ان الاهلي اي حاجه بيعملها بالتحكيم وبالمساعدات. رغم ان انت لو كنت كسبت الاهلي الماتش اللي فات ده كنت خدت الدوري سكه ودغري بقى، سيبك من المسميات. كنت خلاص ضمنت، كنت هتفرق عن الاهلي بتاع 10 ولا 8 نقط. لو كنت كسبت الجونه، حتى لو الاهلي كان كسب مؤجلاته وكسبك، كنت هتفضل برضو متصدر بفرق نقطه او متساوي مع الاهلي. لكن طبعا احنا بنرمي شماعتنا على طول على الحكام والمؤامرات. كل الاحترام للكابتن حماد عبد اللطيف، كلامك 100% صح. انا زملكاوي ومقتنع بيه 100%. السلام عليكم.